حاجه غادي نبداو بها الفيديو ديال اليوم هي صراحه كاينين جوج ديال الحوايج، كاين اخبار زوينه وكاين اخبار خايبه. غادي نبداو بالزوينه وهي بقات غير سيمانه وغادي نعاودوا نشوفوا الرجاء والبطوله الوطنيه اسبرو. اما الاخبار الخايبه وهي الفيفا فرضات على جميع الدوريات يساليو في 21 ماي ديال هذا العام هذا بسبب كاس العالم. يعني غادي تسمع ليا معلم جوج ديال الماتشات يقدروا يوصلوا حتى ثلاثه كاع في السيمانه، خصوصا ان حتى القانون في المغرب ديال ديك 72 ساعه بين الماتشات حتى هو ما بقاش. يعني الا كانت عندك فرقه واقفه راك غتواكب هاد الجهد والسرعه، ما كانتش عندك فرقه واقفه راه كنقول لك غادي تنشط البطوله واللي جايه فطري. هاد البلان هذا ديال جميع الدوريات يساليو في 21 ماي وكانه كيدخل لي الشك، وكنقول باللي من الممكن هاد العام هذا كاس العرش ما يكونش كاع. علاش راه كنقول لك حنا اصلا في المغرب يلاه بدينا البطوله ما عرفت شحال دابا في الدوره 7 ولا ما عرفت 8، عرفتي شحال من دوره باقا؟ راه كنقول لك اكثر من الشطر الاول باقي ما ساليناش، بلا ما ندوي واحد كاس العرش تا هو اللي في عالمه بوحدو ماتشاته بوحدهم كيتلعبوا فيه ماتشات ما بين فرق الهواة وفرق القسم الثاني. عاد باش ديك الساعه غتجي دير القرعه ديال فرق القسم الاول الروين. هذا الشيء ما حيدوش كاس العرش هذا العام هذا وكل شيء ممكن. اكيد هاد السرعه والضيق اللي غادي يكونوا في الماتشات ديال البطوله غادي نهزوهم وغادي نحطوهم بالاسقاط على فرقتنا واللي هي الرجاء، واللي اكيد بدون لغه الخشب مازال بعاد كل بعد باش نقولوا بلي راه عندنا فرقه واجده باش تلعب جوج ماتشات في السيمانه. المشكل الاكبر وهو ان حنايا حاليا عندنا فرصه لتدارك الامر بما ان الميركاتو الشتوي مازال ما سالاش ومازال محلول، ولكن المكتب مطبق عليه الحكمه في التسيير والتزقرين في ابها حله. صحاب حقات شويش ما خاصك تقول هاد الهضره هادي دابا. السؤال وهو امتى خاصك تقول هاد الهضره هادي؟ واش خاصك تقولها تيسالي الميركاتو؟ ديك الساعه كيولي الزامي عليك لا انت لا انا لا الاخر سكتو وتولي مسيبورتي ديك السكواد اللي عندك. بما ان الميركاتو مازال محلول راه هادي الوقيته باش انك تطالب بمراكز الخصاص. ترى كنقول لك التشويش هو كتشوف بنادم كيوجدو داخل صحيح وانت كتبقى تفرج في فرقتك غالبا لعاب عنده 32 عام ما داخله معاك في حتى شي فرقه ومع ذلك ما قادرش تجيبو. والمشكل الكبير وهو انك صيفطتي لاعب اساسي وما قدرتي تعوضو حتى بنص بلاصه. ما عرفتش انا واش اللي شادين الراجل كيتخيلوا راسهم كيسيروا في حانوت لا جابوا السلعه وما تباعتش لهم غتخسر لهم. ترى الراجل هذا يا صاحبي راه باش توازن بين الشق الرياضي والمالي خاصك تحرك المالي باش حتى الرياضي تا هو يتحرك. انت هي ساد ليا المالي وباغي الشق الرياضي يتحرك، ترى باللوجيك راه ما يمكنش. حاليا عندنا سيمانه على نهايه الميركاتو الشتوي الرجاء بثلاثه ديال الانتدابات وباقيين لاقين صعوبه بحسب باقي الصفقات الاخرى في مراكز الخصاص. اللاعب اللي دونا عليه في الاول واللي هو عطيه الله اللي ملي بدا الميركاتو حنايا كنسمعوا باللي الرجاء في مفاوضات معاه، والمشكل وهو ان حتى شي فرقه ما داخله معاكم معمره على السوق، ومع ذلك ما قدروش انهم يحسموا ويجيبوه بالرغم من انه حتى داك اللاعب لا يستحق هذا الجهد هذا كامل باش تقول عليه زعما كاين راه هو المعوض ديال بالعام. المشكل الاكبر وهو ان حتى داك القنديل اللي كنا كنشوفوه باللي هو اللي غادي يكون المعوض وغادي يكون المستقبل، حتى كنسمعوا باللي المكناس عطات اللاعب عرض اكثر من العرض اللي عطات الراجل اللاعب، وتخيل دابا مكناس هزات عليك لبرا. المهم حاليا حنايا كجماهير كيف ما تسنينا هاد الايام هادو كاملين اللي فاتوا قلنا اصلا قبل ما يبدا الميركاتو لو بغيتي تحسم الصفقات خاصك تكون داخل صحيح قبل اصلا ماشي تخلي تيبدا الميركاتو ويبدا لك الضغط ديال قرب يسالي. فما علينا وهو نتسناو كيف ما كنا كنتسناو، خصوصا الجمهور الرجوي كامل كيتسنى يشوف كاسور بقيمه الرجوي يكون سوبر. راه تقارن باللي كاسور ديال الجد ريال. واكيد ما نساوش ظاهرين بديل بالعامري وبديل ديال البديل ديال بالعامري، حتىش اصلا بعد الدراري اللي تفرجوا في الماتش ديال الماس البارح قال لك السيدي راه لا حول ولا قوه الا بالله. واصلا هادشي حنايا عارفينه ما يحتاجش شي واحد يجي يقولها لينا. اللي ديجا فرعك في العصبه وسط تيرانك وسط جمهورك وفرعك حتى في كاس العرش كونتر الاتحاد الاسلامي الوجدي ومازال كيلعب معنا راه والله الا الطامه الكبرى. اصلا الشيبه عندي كان خاصك ديروا باك مع بيكورو تصيفطوا في حلو العام اللي فات. والله الا خايبه عندي الشي انا كنت بلاصه قسما بالله كنت غادي نساليها شحال هادي ونمشي نحل ليا شي محلابه في تغازوت ونتصنت العظيمات حتى باقي مازال غنضرب في الكره انا. اما بخصوص قضيه بوفال اللي اصلا سديتها في الفيديو اللي فات وقلت باللي اللي مازال فيه الجهد يحلم غير احلم، اما اللي كيعيش بالواقع راه بوفال ما غاديش يجي عندك وانت عندك مكتب ضعيف وزقرام وهذا هو الواقع. المهم ما علينا، كيف ما كتعرفوا البارح كان ماتش ودي كونتر الماس، ماشي واحد وانما جوج ماتشات اللي كانوا بعنوان اشنو مازال خاصنا. دابا بالله عليكم يا اخواني الرجاويين، واش الراجل خاصها ماتش اميكال باش تعرف اش خاصه؟ الراجل والله ما محتاجه لا ماتش ودي لا تتحمس وقادر انك
غير من بعيد تشوف الرجاء اشنو خاصها. المهم الماتش الاول لعبوا فيه الاساسيين ما عدا شراره، الماتش اللي تخسر ب2-0. بن جديده بالدوبلي وسط الاكاديميه اكيد غادي نتمنوا ليه التوفيق والله يسهل عليه. الماتش الثاني اللي دخلوا 90% اغلبيتهم من الفريق الثاني قال لك المدرب بغى يحسن في لائحه المغادرون من هذا الماتش هذا، وهذا الماتش اللي خرج برباح الرجاء ب2-1. اشنو طرا في الماتش الله اعلم، علاش اصلا الرجاء حاليا بدون ديجيتال. هذا الموضوع هذا تا هو اللي كنت من بين الاوائل اللي دو عليه، بالرغم من انه اللي عطاني المعلومه قال لي بارطاجي المعلومه غير سطحيه، يعني ما تعطيش التفاصيل. هاد الايام هذه او الساعات الماضيه بداو كيخرجوا الاسباب وكلشي بدا كيدوي على هذا الموضوع هذا، واهم سبب كيروج حاليا وهو قال لك اسيدي ظروف العمل غير ملائمه، واكيد راه غادي يكون توضيح مع الوقت من المسؤول نفسه. واللي شوف بدون لغه الخشب، والواقع كيقولوا هو انهم نهار الاول فاش جاو داروا خدمه كبيره. عن بخصوص التقديم ديال شراره وبرقوق اللي ناض على هذا الصداع هذا كامل، راه اصلا مسؤول الديجيتال حط الاستقاله قبل اصلا ما يجيو هاد اللعابه، واخر فيديو كان ليه واللي هو ديال ماتياس. المهم هادشي اللي كاين فيديو خفيف ظريف فقره اشنو طاري في الرجاء، حاول ندوي على مواضيع الرجاء والرائجه حاليا. اكيد اي سؤال كان عندي الجواب ديالو غير هبط حطه في الكومونتير وان شاء الله غادي نجاوبك. كنتمناو الخير لفرقتنا وكنتمناو ان هادشي كيف ديما يكون غلط والرجاء هي اللي تكون عند الصح. باقي لنا 7 ايام غادي نشوفوا شنو المستجدات اللي غادي يكونوا فيها، كنتمناو يكون فيها خير. وحاليا فانا بقى لي غير نقول لك بيس.